وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قبل ما نخش بقى في موضوع البابية والبهائية والقديانية والملوخية اللي هم وأساس وجودهم هم اليهود، هنبه على حاجة بس دقيقة جدا ذكرها الأستاذ عبد الله التالي اللي هو صاحب الكتاب ده، خاطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية. الأستاذ عبد الله التالي بقى الحتة مهمة دي، يعني علشان أتباع هيكل وهيكل والذين أفسدهم هيكل. بيقول هيكل طبعا أقام فلسفته رب عبد الناصر على أساس في فرق بين اليهودية والصهيونية. بيقول الأستاذ التالي إن وكان آخر بلاء حل بالعرب والمسلمين خاصة وبالعالم عامة هو سقوط بيت المقدس بأيدي اليهود أيام عبد الناصر، يعني في 67 لأول مرة في التاريخ الإسلامي. ومع هذا لم يجد عبد الناصر من يسائله ويحاكمه، والسادات لما جه وعمل لجنة مش عارف إيه ولجنة كتابة التاريخ وحط على رأسها حسني مبارك دي على أساس إن هو إيه وقد دفنت كثير من هذه الحقائق. بيقول ولعلي أرد في هذا البحث على كثيرين من الكتاب ورجال السياسة والفكر دأبوا على ترويج آرائهم في التفريق بين اليهودية كدين والصهيونية كمذهب سياسي عدواني توسعي. بيقول وبعض أصحاب هذا الرأي واقع تحت تأثير المتأسلمين الذين يعني وبعضهم وقع تحت تأثير الخوف من الاتهام بمعاداة اليهودية كدين. بيقول وينسى هؤلاء جميعا أن شريعة موسى التي بني عليها الدين اليهودي لم تصل إلينا ولم تكن ذات تأثير حضاري يذكر في العالم، لأن الدين الذي مارسه اليهود من أيام موسى عليه السلام إلى يومنا هذا بعيد كل البعد عن شريعة موسى، ومرتكز الدين بتاع هؤلاء مرتكز على تعاليم إجرامية دسها كهنة اليهود القدامى في كتابهم المقدس العهد القديم من التوراة، وأثبتوها كذلك في كتابهم المقدس الثاني التلمود. بيقول وممارسة اليهود لدينهم وتطبيقهم تعاليم التوراة والتلمود سبب للبشر كافة صداعا بل سرطانا خبيثا عكر صفو الإنسانية وكدر عيشها ولفها في دوامة من الحروب والويلات والمصائب. وذلك السرطان هو ما يسمى بالمشكلة اليهودية ذات الجذور العميقة الضاربة في توراة اليهود الكاذبة يعني وتلمودهم قبل قرون عديدة من ظهور الحركة الصهيونية الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر. الصهيونية الحديثة ظهرت عام 1897. بيقول تلك الحركة التي قامت تنادي بتحقيق آمال اليهود وتعمل على إنشاء دولة لهم في فلسطين، فاليهود جميعا وعددهم يربو على 12 مليون في العالم يعني صهيونيون. محدش بقى يروح يجيب لي هيكل ويقول هيكل قال. اليهود جميعا صهيونيون حلموا بالدولة اليهودية أولا ثم حولوا الحلم إلى عمل نتج عنه خلق دولة إسرائيل. بيقول ولكي نكون دقيقين فإننا نستثني عددا ضئيلا جدا من يهود العالم يتظاهرون بمعارضة الصهيونية وقيام دولة إسرائيل. فبيقول فهل يصح القول بأن هؤلاء المعارضين يمثلون اليهود في العالم وأن ملايين الصهيونيين في العالم أقلية؟
ثم يقول الرجل: تحت عنوان القسوة والهمجية، يقول: يهوه رب الجنود ورجل الحرب، إله إسرائيل القاسي الظالم المتوحش كما تصوره توراة اليهود، التوراة الكاذبة يعني اللي في ايدهم دلوقتي. غرز في نفوسهم غريزة البطش والإرهاب والقسوة الهمجية. أنا مش هكتر عليكم هنا عشان ما أطولش عليكم، أروح بس للسافة للوغد ده. يقول: الفسق والدعارة، ما اكتسب العهر والفجور والفسق والدعارة قداسة كما اكتسبت في توراة اليهود، ونظمت التوراة عهارات لم يسبق لدين من الأديان أن أباحها أو عالجها بالشكل الذي عولجت به في دين اليهود. وأظن تسفني يعني مش بعيدة عننا، اللي قالت أني نمت مع زعماء كتير خدمة لإسرائيل. ها؟ الغاية تبرر الوسيلة عندهم. ماشي، بالتالي يعني هكتفي بهذا الليلة، وبعدين إن شاء الله يبقى يعني الجذور في التلمود إلى آخره. يقول: اشترى الرابي صموئيل آنية ذهب من أجنبي كان يظنها البائع نحاسا، ودفع ثمنها 4 دراهم، ثم سرق درهم منها. وفعل المرابي هذا ليؤكد لليهود في التلمود أن سرقة الأجنبي وغشه مباحات. يعني اشترى آنية ذهب وقال له: لا، ده نحاس فلس، سعرها ب4 4 دراهم، وغفله كده وسرق درهم. أما ما عملش كده. ولهذا إن في الثقافة بتاعتنا لما حد يعني يلوم أحد أو يعايره يقول له: أنت يهودي يا أخي. عرفتوا بقى؟ إلى آخره. طيب، اليهود دول بقى، أنا أظن الأسبوع اللي فات بينت لحضراتكم ونقلت لكم كلام القائلين إن هم اللي أسسوا الشيوعية، وكانوا وراء تأسيس الاتحاد السوفيتي، وإن كان لهم مش عارف كام واحد إلى آخره. من الجماعات التي أسسوها جماعة البابية والبهائية. البابية هي يعني هي أصل البهائية. هنشوف الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة اللي صدر عن الندوة العالمية للشباب المسلم في المملكة العربية السعودية. أولا بتقول إيه، وإحنا كأزهريين قلنا إيه؟ بيقول: البابية والبهائية حركة نشأت سنة 1260 هجرية 1844 ميلادية، وورناكم في 844 وكان بيحصل إيه. نشأت تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي. يبقى البابية والبهائية نشأت تحت رعاية مين؟ الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي. يبقى اما يجي كلب وغد حلوف يروج لها الآن
ويقول لك ان دول دين بعدنا، اللي يسكت عليه وهو قادر ان هو يرجمه ولو بالحذاء اضعف الايمان لو رآه، ده مرتد على طول. لان من لم يكفر الكافر المجمع على كفره فهو كافر. اللي يقول ان النصارى، ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا ان الله فقير لقد كفر الذين قالوا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى. اللي يقول لا مش كفره زي ما بيقول ابن المرة ده، يقول لك لا ماليش دعوه، ما يمكن شغل الله. العمامه لا ترفع خسه خسيس ابن مرة. فاللي يقول بعد هذا البيان ان البهائيه فرقه مسلمه، اولا هو مرتد فاجر، من يسكت عنه وقادر ان يفعل شيئا نكايه فيه وفي اللي بينشروا له فهو آثم، فهو آثم. الموسوعه بتقول ايه؟ ان البهائيه والبابيه انشأت تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. بيقول أسسها المرزا علي محمد رضا الشيرازي سنة 1819، وأعلن أنه الباب هو الباب إلى السماء سنة 1844. ولما مات قام بالأمر بعده المرزا حسين الذي لقب نفسه بالبهاء. هو طبعا أسسهم قبل كده. معتقداتهم إيه؟ بيعتقد البهائيون اللي حلوف ده بيروج لهم، يعتقدوا أن الباب اللي هو المرزا ده هو الذي خلق كل شيء بكلمته، وأن البهاء هو المبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء. يقولون بالحلول والاتحاد اللي هو الله عبد والعبد رب، زي ما بيقول المجرم بتاعنا ده ابن يقولون بالتناسخ. يعني ايه التناسخ؟ يعني انت ان شاء الله لما تموت انت بدنك اللي مات، روحك هتروح للواد اللي انت خلفته او اللي هو في بطن امه لسه، فانت ما متش. وعليه يبقى التناسخ ده، يعني ممكن ابنك ده من يبقى نشوف في علي وبنتك نشوف فيها السيدة فاطمة. يقولون بالتناسخ وخلود الكائنات. ربنا يقول كل شيء هالك، لا ما فيش حاجة، خلود الكائنات. وأن الثواب والعقاب إنما يكونون للأرواح فقط. زي كده ما بتنام كده وتشوف رؤية حلوة وانت وتقوم بقى تروح تغتسل، هي دي السعادة على وجه يشبه الخيال. طيب، يقدسون العدد 19 ويجعلون عدد الشهور 19 شهرا وعدد أيام الشهر 19 يوم. يقولون، ده المهم بقى، بنبوة، لأن البهاء بقى هو ربنا، هو الباب الأعلى، وعليه يقولون بنبوة بوذا وكونفوشيوس وزرادشت وأمثالهم من حكماء الهند والصين والفرس. يوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح. ابن العواهر ده يقول ايه في الكلام ده؟ ينكرون معجزات الأنبياء كلهم، وينكرون حقيقة الملائكة والجن، كما ينكرون الجنة والنار. يحرمون الحجاب على المرأة. ابسط يا طنطاوي وانت بتتقلقل بقى في نار جهنم. ما سراكوزا جه وقال له احنا عايزين المسلمات عندنا مصرين، قال له لا احنا انتم هذا حقكم هذا حقكم هذا حقكم. اهو دلوقتي ان شاء الله منتظرك يا سراكوزي في نار جهنم. يقولون بأن دين الباب ناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هو عندهم شبهة تظهر للغير انها شبهة قوية. الباب ناسخ لشريعة محمد ليه؟ قال لك مش ربنا عندكم قال ما كان محمد
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ماشي، ما خلاص ما قالش خاتم المرسلين، فمحمد خاتم النبيين، هو ختم النبوة، أنا بقى الرسول. شفتوا بقى قيمة يعني شحذ العقل وتدريبه على الجدل الحميد لإسقاط شبهات المجرمين. لا، اللي عندنا بقى اللي بيسموا نفسهم السفلة أو سلفة السفلة، أو يقول لك لا كفاية عليكم، ما ينفعش مع دول تقف على القرآن، هيسرقوا أولادك. إيه رأيك في هذه الشبهة؟ لو واحد غيرك صحيح، ما هو قال وختم النبيين، اتكلم على ختم المرسلين، لا يقول لك أنا الرسول. ولهذا المجرم ده العتل ده يقول لك إيه البهائين اللي جم بعدين، بعد مين يا سافل يا ابن